صباح الفل. حد يعرف شاعر اسمه مجيد نجم؟ لا. كتب حاجات لمحمد فوزي هو مواليد 38 في محافظة الشرقية في الزقازيق، واخو نجم الكوميديا الراحل محمد نجم. طب حد يعرف واحد اسمه رياض البندك؟ لا. هو ده فلسطيني من الفلسطينيين المحترمين، ساهم في إذاعة صوت العرب من القاهرة. دي معلومة محدش كتير يعرفها. وهو اللي مكتشف الكروان فايزة أحمد. الراجل ده لحن أغنية غناها وديع الصافي اسمها يا عيني يا عيني على الصبر يا عيني عليه، شوف الدمع في عينينا يواسينا، يشوف الجرح في ايدينا يداوينا، ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا في سكتنا وخطوتنا، ويسمع لينا شكوتنا، وعمره في يوم ما قال لأ، ولا مرة سألنا ليه يا عيني يا عيني على الصبر يا عيني عليه. غريب الحي والغربة ليالي طوال، أنا والآه في أرض الله بقيت جوال، أشيل الحمل وكتافي تقول صابرين على الوعدة وعلى المكتوب وعلى اليمين، ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا في سكتنا وخطوتنا، ويسمع لينا شكوتنا، وعمره في يوم ما قال لأ، ولا مرة سألنا ليه. يا ليل الصبر يا مسهر دموع العين، أنا ملاح وتاه مني سواد شطين، ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا في سكتنا في خطوتنا، ويسمع لينا شكوتنا. الجمال ده، ايه العبقرية ديت بتاعت وديع الصافي ده، الراجل العبقري العظيم ده، الراجل اللي ما حصلش ده، وايه الفن الجميل ده. انا خلي بالك، انا بجيب لك اتنين مفيش حد يسمع عنهم اي حاجة خالص. مجيد نجم، وانا اعتقد ان مجيد نجم لسه عايش لحد دلوقتي، وهو عدى مثلا 87 سنة 85 سنة، يعني لو عايش ربنا يديله الصحة والعمر، ولو توفى الله يرحمه يعني، وربنا يرحمنا جميعا يعني. انما رياض البندك ده ده مات سنة 92، لانه هو يعني من الجيل القديم يعني. هو فلسطيني طبعا وموسيقي، وزي ما قلنا هو اكتشف فايزة أحمد كروان. دي أغنية من الأغاني الجميلة والمحترمة، واللي بتعمل حالة من حالات النوستولوجي بالنسبة لأي حد عنده إحساس. صباح الفل، ودايما بخير، والفن هو اللي بيجمعنا.